مساء الخير، معاكم شريف المصري من أول حلقة من حلقاتنا برنامج بحبك يا بلادي. برنامج كله الهدف منه في الأساس هو النقد البناء، منه إن احنا نحاول نوصل صوتنا، نوصل كل اللي جوانا ونخرجه، ونتمنى إن غيرنا يقدر، أو اللي في إيده القرار أو اللي في إيده المسؤولية، إنه فعلا يقدر يسمعنا. الهدف من بحبك يا بلادي إن بنحب بلادنا، احنا ولا عايزين ندمرها ولا عايزين نبوظها ولا عندنا استعداد إن يحصل فينا قد اللي حصل. احنا كل اللي بنحاول نعمله إن احنا نوضح الحقيقة ونكون أمينين مع نفسنا بكل المعطيات اللي حوالينا. مش عايزين يبقى عندنا إحساس لو للحظة إن إحنا نكون بنلعب دور مؤامرة. برامج كتير طلعت، برامج كتير اتكلمت، بس الهدف هو إن إحنا نوصل الصوت الحقيقي للنبض الحقيقي. مش هدفنا إن إحنا نبوظ بلدنا، مش هدفنا إن إحنا سمع وطاعة ونتحول زي ما إحنا دايما بنتكلم خرفان. يعني الخرفان طلعت مش بس عند الإخوان، الخرفان بقت في كل حتة. فما ينفعش نبقى خرفان، لا ينفع إن إحنا نبقى بني آدمين عندنا عقول، عندنا أفكار، عندنا أحلام عايزين نحققها. مش هينفع إن كل شوية حد يجي يوقف أحلامنا دي. ده اللي الحقيقة اللي أنا يعني النهاردة حابب إن أنا أدي مقدمة عن البرنامج. هو برنامج كل الهدف منه هي مناقشة الأحداث بشكل مختلف، بشكل جديد، بشكل جريء، بدون تجريح، بدون النقد اللاذع، بدون الدخول في إهانات. كلنا بنغلط، بس المهم إن إحنا نوضح الحقيقة. زي بالظبط كده اما بتقروا كده بوستات على الفيسبوك وتبصوا تلاقي البوست مكتوب بطريقة معينة ويقولك ده بيحطوا السم في العسل، وفي نفس الوقت تلاقي اللي بيرد عليه بنفس السم بالعسل. ففي النهاية بنوصل للإحباط، بنوصل لحالة نفسية ما عندناش القدرة إن إحنا نواجه مشاكلنا، ما عندناش خلاص أمل. إحنا بنفقد الأمل كل يوم، ولو في حد عنده الأمل ولسه في باقي من الأمل محتاج حد يزقه. إحنا الحقيقة مش بنزقه، إحنا بنوقعه ونقول له يا تبقى خروف وتسمع الكلام، الكبار بيفهموا وإحنا ما بنفهمش حاجة، ولازم نبقى ماشيين متعميين. ما ينفعش نبقى ماشيين وبيبقى فيه شفافية، لا. يعني تبقى ماشي ومتعمي يبقى دي هي الوطنية، بس تبقى ماشي وانت شايف تمام ومؤمن بكل خطوة يبقى دي مش وطنية. دي حقيقة، هي دي الحاجة اللي خلتنا بنحبك يا بلادي. بنحبك يا بلادي الهدف منه ان احنا نطلع كل حاجة جوانا، ما نخليش حاجة جوانا ما نطلعهاش. احنا محتاجين نبقى واضحين وصادقين مع نفسنا. مش هينفع ان مش كل واحد عشان مش مضرور من الموقف اللي احنا عايشين جواه يبقى خلاص، يبقى انا ماشي مع السكة اللي ماشية واقول على نفسي ان انا وطني. لا، الوطنية هي ان انا اقول الحق، اقول الحق. الوطنية هي ان لو مصلحتي هتبقى ضد مصلحة الوطن، مصلحة الوطن الأبدى الأولى. هو دي الوطنية. الوطنية إن ما ينفعش أزايد على بلدي. الوطنية إن ما ينفعش أقل أدبي عشان وانفعل أصل أنت كده مش وطني. لا، أنا لازم أنفعل لأن أنا بحب بلادي. أنا بحب بلادي فلازم أنفعل، بس مش معنى كده إن أنا بقيل أدب وإن أبقى سافل وواقح. لا، الأدب هو أساس الوطنية، الاحترام هي أساس الوطنية، الاختلاف هو أساس الوطنية. الاختلاف هو الشيء الوحيد اللي بيبني أوطان، إن نبقى مختلفين عن بعض عشان نقدر نفوق بعض. لازم يبقى في جوانا صوت الضمير. مش هينفع كلنا نطبل. وبعدين حكاية إن نطبل دي هنتكلم فيها كتير بعد كده، بس أنا دلوقتي بكلمكم على الحقيقة. الحقيقة دلوقتي إن إحنا كلنا بنحبك يا بلادي. شريف المصري.